غار جبيلات تحرك النظام العسكري لدرجة أنه كيحاكم واحد شخص اقتصادي عندهم اللي شك في ما يسميه اللي كيقولوا هما الأرباح، شك في هذه القضية. ولكن هنا إلا بغينا نربطوا بين هذه القضية ديال القطار وبين غار الجبيلات، عندها علاقة بالملف ديال الصحراء المغربية، عندها علاقة بمعنى أن النظام العسكري كيجري باش يحاول أنه يسبق ما يطرحش هذا الملف هذا ديال الصحراء الشرقية، كيحاول يسبق. عرف بأنه الملف ديال الصحراء المغربية صافي، إذن كيحاول الآن أنه يمشي ويعمر هاد المسألة. المنطقة ظلت مهمشة وكيعتبروهم الناس بالشار كيعرفوا هاد القضية، كيقولوا لهم نتوما مغاربة وما عمرهم استفدوا من شي حاجة نهائيا. دابا الآن بداو كيهضروا على هاد المنشآت هادي، كيهضروا على هاد الجانب ديال المنشآت. الجانب الثاني هو ديال غار الجبيلات. غار الجبيلات لدرجة أنهم داروا تقرير. شكون دار هاد التقرير؟ دار عن طريق الذكاء الاصطناعي، وقالوا فيه بأنه ما يمكنش أن غتنوض في واحد الوقت، غتنوض من وراء زيارة ديال مسعد بولس. ربطوها بهذه المسألة هما من وراء زيارة ديال مسعد بولس، خرجوا واحد التقارير كيقول لك بأنه الجزائر، قال لك جميع المراكز الأمريكية كتقول لك بأن الجزائر عملاق الحديد في افريقيا، جايه كيقول لك جاي هذا العملاق جاي هنايا. هذا الخطاب لمن موجه؟ هذا موجه داخليا، وايضا موجهينه الى وكأن الامريكيين ما كيعرفوش الجزائر، كيحاولوا انهم يديروا ما يسمى بشويه ديال الدعايه بهذا الجانب هذا، بهذه المساله ديال عملاق الحديد. وهنا معروف بأنه لحد الآن، هذه معلومات مؤكدة، بأن غار جبيلات ما فيه والو لحد الآن، ما كاين والو، لا استغلال ولا هم يحزنون. باقي العجاج نايض، وبقى واحد التراكس في واحد السوار باقي لحد الآن ما يقدروش، لأنه مرتبط اللي جا كيسول، جات شركات صينية شركات تركية وغيرها، كيلقى بأنه راه كاينه الاتفاقية ديال استغلال المختلط مع المغرب، كيرجع اللور. اكثر من هذا غنلاحظوا هنا، وهذه غنرجعوا ليها بالتفصيل في الحلقه الجايه، كيفاش النظام العسكري انه بغى يخرج قضيه ديال غار الجبيلات الواجهه، غيوقع عليه انقلاب ديال غار الجبيلات نفسه. علاش؟ لقى راسو طيح في النقاش اللي كيتقال على غار الجبيلات بانه مستحيل الاستغلال ديالو بدون المرور من الأراضي المغربية وديها للموانئ المغربية، مستحيل. وهذه هي الهضرة اللي قال هذا الاقتصادي اللي اختفى، اللي قالها وقالها بإشارة، واحد الإشارة بحال قلتي أنهم قطعوها. هو كان كيتحدث في الجانب، قال من ناحية قال كاين مشاكل جيوسياسية. شنو كيقصد بها؟ هو هذا الجانب هذا. وهنا غنلاحظوا بعض الفيديوهات ديال بعض المعارضين، كيسميو راسهم معارضين، كيهربوا على الجانب القانوني، لأنه حاضر فيه المغرب. هنا غنوضح، وهنا غادي نرجع عليها بالتفصيل. الاتفاقيات لا تموت، الاتفاقية ما كتموتش نهائيا. دارت الحرب وما دارش الحرب، ولا تقطعت العلاقات ولا بقى، لا تموت الاتفاقيات، كتبقى الاتفاقيات قائمة. لهذا غادي نرجعوا لها. إذن هنا غنشوفوا المشهد كله. شنو هي النتيجة اللي باغي نوصل لها أنا؟ هي أن الجزائر كتحاول ما أمكن تقلب على جميع الطرق باش تعطل المقتضيات ديال القرار 2797. كتحاول تمشي بأي طريقة، لدرجة أنه غادي نتناولوها أنها أطرات البوليزاريو في اللقاء مع الأمريكيين، أطرات مع المخابرات الأمريكية اللي هضرنا عليه، أطرات البوليزاريو وطرحات عليه واحد الفكرة باش يقولها الأمريكيين. غنتناولوها غدا ونشوفوا الخطورة ديالها كيفاش كيفكروا. هنا أنا ملي كنتحدث في هذا الجانب هذا كتجيني في الذاكرة هنا قضية ديال الوقت. احنا الآن عندنا قرار، كاين قرار مديل بالصيغة التنفيذية، قرار ديال مجلس الأمن فيه إشارة خيار وحيد
حل وحيد هو الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. واضحة هذه الأمور هذه. هما الآن يريدون اللعب بحال الورقة اللي لعبوا بخصوص مخطط بيكار الأول. بقاو أنهم كيناوروا وكيلعبوا على الوقت، ولكن هنا كيفاش غيلعب على الوقت؟ لأن الإدارة الأمريكية الآن كون كان غير باقي شي عام ديال الانتخابات ولا غيرها، كون كان باقي غير شي عام ويتبدل الرئيس ولا غيره ولا تبدل الإدارة، يمكن نقولوا الآن راه مازال مدة، ولكن هذا العامل ديال الوقت، هذا العامل ديال الوقت الآن حنا خصنا نمشيو بسرعة. عندنا سنة خاصو يغلق هذا الملف ويكون الحكم الذاتي يتم التنزيل ديالو والتفعيل ديالو هنا، ونهيئوا نبداو كنهيئوا المجتمع الدولي بانه الجزائر ما باغاش تفاوض، ما غتفاوضش، ما غتحضرش، او حتى لا حضرات غتجي تقول لك انا مراقب، عضو مراقب، بوليزاريو ما عندوش القرار. اذا حنا غندوزو لمرحله اخرى. خصنا هذا التفكير هنا. هذه اللغه هذه هي اللغه اللي ما بعد 31 اكتوبر. اذا هذه معطيات كما قلت، النتيجه ديالها فين كيحاولوا انهم يوصلوا. الجزائر الان كدير هذه السلوكات، هذه المشاهد كامله، وتورطات. لماذا؟ لان ما تقوم به هذا الخطاب حول غار الجبيلات، وهذا الخطاب حول تيندوف وقطار تبون وغيره، كله كيحط واحد الملف في الواجهه اللي جا الوقت باش يتفتح، هو الملف ديال الصحراء الشرقيه المحتله، مسؤوليه فرنسا اللي خلاتها النظام العسكري. النظام العسكري اللي كيتبعوا كل ما تحرك الملف ديال الصحراء الشرقيه انه هنا كيتزعزع النظام العسكري. اذا هنا فتحنا واحد المساله. الى بغينا نفتحوا واحد الشق ديال الاسئله، اذا كانت هناك اسئله فمرحبا. بغينا نفتحوا هذا الجانب هذا في النهايه ديال كل حلقه، ما نبقاوش نطولوا بزاف. كيمكن اننا الحلقه تكون قصيره ما طويلاش، ونتناولوا فيها الا كان بعض الاسئله، ومن بعدها كنمشيو الى الصور. كيبان بانه ما كايناش اسئله، نمشيو الى الصور في انتظار انكم تكونوا مستعدين تطرحوا اسئله. غتبان هنا اسئله نبداو نتناولوها، اسئله معقوله اللي هي نتناولوها. نمشيو نشوفوا الان بعض الصور. عندنا هذه الصوره الاولى، هذا بغيت نعرف التوازير ديالاش. هذا بغيت نعرف كيسولوه على سويسرا، يقول لهم حنا احسن من سويسرا. هنا مسولينو على المانيا، كيقول لهم الاقتصاد ديالنا حنا فايت المانيا. تقول كيفاش هذا؟ بغينا نعرفوا هذا. تدوج واش يجيب خبر ولا ما يجيش خبر؟ هذا واش هذا وزير ومخلينو نزيدوا عليه هذا مول الكومبلي المدادي. عمركم شفتوا شي وزير؟ هذا راه كيقول لك هو رئيس الدوله جاي. هذا عمركم شفتوا شي وزير كيلبس في هاد الفيستات؟ باقيين عندهم الفيستات مخطين الكومبلي المدادي. هذا عقلوا ليه، لو ولا رئيس عقلوا ليه هو مول الكومبلي المدادي. هذا هو اللي داير هاد المسرحيه ديال انه صافي هو الطريق ما كايناش، كيقول لك القطار بدا صافي، القطار جاي ونازلين منه شي وحدين، مصورين شي وحدين نازلين تما، ما قادرينش يبينوا حتى الصوره، بمعنى انه مو في بركه ما قادرينش يوقفوا بزاف. عطاو واحد دقيقه و25 ثانيه. ها هو هذا القطار اللي هضروا عليه، هو هذا هو اللي هضروا عليه، قال القطار جاي. انا بغيت نعرف دابا هذا القطار اولا، قال لك سيدي هذا القطار جاي من تيندوف، قال لك جا من تيندوف لبشار، دايرين فيه واحد الرايات من هنا بين تيندوف وبشار جوج نغيب، منطقه ديال الرياح ما كاينش. وبقاو هذوك جوج درابوات اللي جايين في الجنب تما شنو هذاك اللي قدام تما دايرين اللي مدور عليه انا تما كاين في الجنب، دايرين هذوك درابوات ما طاحوش، ضربوا هاد المسافه كامله ليله ونهار هما جايين باش تعرف كذوبهم. ثم شوفوا القطار من واحد الناحيه اخرى جاي في الرمل وكيبان لك بحال باش مدوش. ثم شنو هذاك الشيء قدام؟ جاني انا بحال القطار بحال هذا القطار بحال مسبين ليه، كتعرف ديك كيسبب، ولا كان شي حد كيشري شي طوموبيل المره الاولى كيدير فيها الصوفه في الكيدون ولا شي حاجه بحال هذه القضيه دي، دايرين الصوفه ولا مسبين ليه تما.
شو دابا الكذوب شرف بانه هو هذا القطار ما كاينش كاع نهائيا، طارحينه للجزائريين. هذا كاين واحد الشق اخر، واحد الصوره اخرى ها هي هنا. هذا في اللقاء اللي قال لك ديال اليوم، الزياره اللي دار اليوم بالمناسبه. بنس ديرها ماشي اخبار كيقول حتى الغدا، كان يقول حتى الغدا، الاعلام كان كيقول حتى الغدا، حتى ولات الزياره اليوم. اذا ها الفيلم باين. انا واحد السؤال عندي هنا بسيط، واخا يقول لك كتهضر على الفيس، بغيت نعرف هذوك الجوب عندهم الجيب عند شنقريحه الليمني والجيب عند تبون، انت باش عامرين؟ بغيت نعرف انا. ملي كيكون رئيس دوله ولا قائد كيكون مع الجيب ماشي بهذيك القضيه. دابا بغيت نعرف كاين في هذاك الجيب بحال فيه كاوكاو ولا فيه الحمص ولا على الله شنو فيه. شوف الجيب كي داير ديما، هذه ملاحظه، لاحظوا ديما الجيب ديال هذا وديال هذا. ما فهمتش انا لحد الان، بغيت نعرف شي تفسير. ليله سعيده، هادو ما عندهمش حس البروتوكول كاع، ما كيعرفوش هاد القضيه هذه. ليله سعيده، نلتقي في الساعات المقبله باذن الله لمناقشه موضوعات جديده. دمتم بخير والى اللقاء.